السلام عليكم. اليوم حنسوي ثاني حلقة من سلسلة السندويجات الباردة، وأعتقد حتكون واحدة من سندويجاتكم المفضلة بالفترة الجاية اللي هي سندويجات الدجاج الباردة. نبدي أول شي بالمكونات. راح نحتاج بصل أخضر، ملعقة أكل خردل، مايونيز حسب الرغبة، ممكن نبدي بملعقة أكل، فلفل أسود، ملح، صدر دجاج مسلوق. شوية نخلطها بالخلاط على السريع ونضيف فوقها مايونيز إذا شفناها تحتاج أو ناشفة، وخليت شوية عين الجمل أو جوز بمقدار حفنة واحدة، يضيف طبعا فوائد هواية ونكهة طيبة همينة ومميزة. هاي الخلطة صارت جاهزة، وراح أحتاج أي نوع من الخضار. أنا استعملت نوع اسمه ووتر كريس، إذا ما متوفر عندكم ممكن تستعملون معدنوس، كرفس، كراث، جرجير، بيبي سبينج، أي نوع أنتوا تحبوه ممكن تستعملون. بالنسبة للتوست راح أشيل الحوافي الجانبية مالته مثل ما قلت لكم بالفيديو السابق إنه أني أستعملها بوصفات ثانية. هسه صار عندنا التوست جاهز للحشوة. ممكن إنه نبدي نوزع الحشوة. نبدي نحط ملعقة أكل لكل توستاية. إذا تحبون الحشوة تكون سميكة ممكن إنه تضيفون ملعقة ونص أو ملعقتين حسب الرغبة. هسه راح نخلي أي نوع من الخضار اللي ذكرتها سابقا، راح نخلي خس، وبعدين راح نسد الساندويتشة. نجيب توستاية ونحط عليها شوية مايونيز، وبعدين نحطها على الساندويتشة ونضغط شوية حتى تلزق مع الخس وباقي المكونات وتتماسك. وهسه صارت عندنا الساندويتشات جاهزة. ممكن انه تنحفظ بالثلاجة يومين ثلاثة ما عليها شي، او ممكن انه تخلوها للاطفال بالمدرسة، كلش سريعة وسهلة والاطفال يحبوها. هسه اذا تحبون انه تعرضوها بطريقة اكثر، طريقة حديثة او عصرية اكثر، اذا عندكم مناسبات خاصة اعياد ميلاد، راح ارويكم شلون ممكن نقدمها باكثر من فكرة، ويكون شكلها مميز وما حد مسويه قبل. قسم السندويشات إلى قسمين. راح نحتاج شوية سمسم نسهيه بالطاوة أو بالفرن لحد ما يتغير لونه ويحمص، ونحتاج شوية كريم تشيز، جبن سائل يعني خفيف، أو لبنة أو مايونيز أو أي شي يعني أنتوا تحبون، صلصة خفيفة بس حتى نمسحها، حتى نقدر إنه يلتصق عليها السمسم ويكون مظهر الساندويشة شكلها حلو ومشهي. هسه نجي على الطريقة الثانية بالتقديم، واللي راح نحتاج بيها توستاية. ممكن انه نضغط عليها باستخدام الأصابع أو بالشيابك حتى تنفتح وتصير خفيفة بهالشكل. نخلي حشوة الدجاج ونفرشها، وبعدين نبدي نلف الرولة، وعلى الأطراف نمسحها مسحة خفيفة بالمايونيز حتى نقدر نلصق الطرفين مع بعض وما تنفتح أثناء التقديم. باستخدام الإيد نعطيها شكل معين مرتب بالضغط، لأنه هي التوستاية تكون لينة وقابلة للتشكيل. صارت عندنا رولة، نغمس الطرفين مالتها بشوية مايونيز والسمسم نمسحها، وراح يكون عندنا رولة دجاج بشكل كلش حلو ومميز. وهسه راح نجي على آخر طريقة تقديم، واللي هي ما تلقوها بس بالمطاعم والفنادق الخمس نجوم والسبع نجوم، واللي تكون بيها كمية الأكل كلش قليلة لكن مميزة وإلها طابع عصري ومودرن، واللي ممكن إنه تخلون شوية من الخضرة بوسط الصحن وترتبون فوقها سندويشات الدجاج الباردة وتكون بهذا الشكل. هذا فيديو اليوم إن شاء الله عجبكم، وهاي ثاني حلقة عن سلسلة السندويشات الباردة. ترقبوا الحلقة الجاية إن شاء الله، ونشوفكم على خير بالفيديو الجاي، وفي أمان الله وحفظه.